السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الجمعه كده وصاحيه بدري، فحبيت بقى ان انا اظبط دماغي معاكم كده الصبح. فقلت اعمل بقى كوبايه نسكافيه نظبط بيها دماغنا كده ونروق ونشوف هنعمل ايه النهارده بقى معانا اليوم. هنعمل روتين حلو كده مع بعض. حبيت اصور لكم بقى كل حاجه هعملها. بس طبعا الروتين هيبقى في الغدا. هنوضب الغدا سوا مع بعض. انا معايا بوري زي ما انتم شايفين كده. دول 3 كيلو. هنشوفهم سوا مع بعض بقى ونعمل رز معمر. كمان هعمل الرز في البرام زي ما انتم شايفين كده. انا بقى جبت البوري ده غسلته كويس وشطفاه حلو قوي مره واتنين وتلاته، منضفه النغشيش بتاعته لان بيبقى فيها طين وحاجات من كده. فانا نضفته كويس وغسلته حلو. وهركنه بقى على جنب كده عشان اوريكم بقى هنعمل الرز المعمر هنعمله ازاي. انا هعمله في البرام. طبعا دي اول مره انا اعمل معاكم الرز في البرام. انا بعمله قبل بعمله كتير في برام. بس ما كنت صورته معاكم، فانا هعمله النهارده كده معاكم في البرام واصوره وتشوفوه انا بعمله ازاي وتشوفوا العبار بتاعه. فانا دلوقتي معايا الرز لسه ما غسلتوش. هبدا ان انا احطه كده في البرام عشان اشوف البرام هياخد قد ايه، واغسل على قد عبار البرام عشان خاطر ما هقدرش رز كتير. فدلوقتي كده انا حطيت الرز في البرام وسويته كده. ده كده العبار بتاع البرام. دي اول برام كده هنركنه على جنب ونشوف التاني برضو لان هم اصلا مش في حجم واحد لو تخلوا بالكم كده. هم الاتنين فيهم واحد كبير شوية عن التاني. فانا برضو هشوف هو هياخد قد ايه كده. واخد بقى كمية الرز دي اغسلها عشان خاطر ما اغسلش كمية كبيرة ويتهدر معايا رز. دي كده العبار بتاعهم. هغسله بقى كويس كده وارجع لكم تاني. دي بقى الكمية اللي انا هشتغل بيها النهاردة. هغسلها كويس وارجع بقى اوريكم هنعمل ايه. في العبار بتاع الرز هنعملوه ازاي نعبروه ازاي، وكمان هنزوده اللبن واوريكم كل خطوة بحيث ان انتوا لو حبيتوا تعملوا بعد كده الرز في البرام يبقى سهل معاكم تعملوها بكل سهولة. بعد ما غسلته طبعا هحط بقى كل برام الكمية بتاعته زي ما كنت مريكم برضو في الاول كده. انا عشان كده بحب ان انا قبل ما اغسل الرز ان انا اعمل العبار بتاعه الاول بحيث انه ما يتهدرش معايا ولا حبايه رز. عشان ما اغسلش كتير او ان انا اغسل شويه صغيرين فما بقاش عارفه العبار بالظبط. اللي بحب اعبره في الاول كده واخد المعيار بتاع البرام. ودي طبعا كميه الرز اللي انا غسلتها. هنزود لها بقى اللبن ونشوف هنعمل ايه ونحطه في الفرن. انا كده هبدا الاول الغدا بتاعنا هبداه بالرز بحيث ان انا اوديه الفرن على طول ويستوي، وبعد كده نبدا نشوي السمك سوا مع بعض عشان ما ياخدش معانا وقت، وكمان عشان خاطر الاكل يخلص معايا بسرعه. طبعا كده زي ما انتم شايفين هزود بقى زيت. الزيت ده بقى بيديله لمعه ويخليه مفرفر معاكي بيبقى جميل جدا. بحب انا احط له زيت على طول كده بيبقى جميل قوي. والملح طبعا بتاعه عشان نظبط الملح. كده حطيت الملح والزيت، فاضل اللبن بقى والميه. انا مش هحط المقدار كله لبن عشان خاطر الرز ما يبقاش يعني ايه يبقى فيه حصى معانا او كده. لازم نحط يعني كميه لبن وكميه يعني تلتين لبن والتلت ميه. فانا طبعا عشان بعمله على طول فعارفه ازاي احط اللبن والميه. فايه بفضي كده من الازازه. ممكن بقى لو انتوا مش عارفين او اول مره ممكن تعملوا بقى في كوبايات او كده. انا كده مليت البرام لحد الرز ما بقى اللبن باين كده، مليته لبن لحد ما جه اول الرز كده، وبعد كده بزود ميه. هقلب بقى كله مع بعضه كده الزيت واللبن والملح عشان كله يعني ياخد من بعضه. زي ما انتوا شايفين خلاص كده البرام بتاعي جاهز. هاخدهم بقى ان انا اطلعهم على الفرن على طول عشان خاطر يستووا معانا بسرعه، وكمان ننجز في الوقت كده عشان اليوم طبعا انتوا عارفين ان جماعه بيروحوا يصلوا بيجوا يطلعوا من الجامع على طول بيبقوا هنا عايزين الغدا على طول. فانا هطلع الرز الفرن وارجع لكم بقى تاني نعمل الدقه. دي الدقه بتاعت السمك والسلطه هنعملهم سوا. انا بحط توم بقى كده وفلفل وكمون وشطه واي حاجه حابه تحطيها في الدقه براحتك خالص. معايا فلفل ومعايا شطه تانية هريسه شطه كنت عاملاها في الفريزر برضو، هاخد منها معلقه حلوه كده بس انا مش هكتر لانها حراقه طبعا. فانا هاخد معلقه واحده صغيره. ومعايا توم وليمون وفلفل وكمون. الحاجات دي كلها بحب اعملها في الدقه بتاعت السمك بتبقى حلوه قوي. بس الليمون بخليه الاخر طبعا. بعصره انا كده ما بحطوهوش في الدقه لانه بيمرر. انا بعصره انا كده بايدي. دي الدقه بعد ما انا عملتها
ما بحطلهاش ميه كتير لانها طبعا للبوري بتبقى حلوه لما بتبقى ناشفه، ما فيهاش ميه كتير عشان خاطر ما تخليش البوري يتهرى معانا. وكمان السلطه كنت عملتها كده وانا بعمل الدقه عشان خاطر تنجز معايا في الوقت. زي ما انتوا شايفين انا كده خلاص خلصت الدقه والسلطه. هنشوف بعد كده هنعمل ايه. انا كنت سايبه الرز طبعا بيستوي في الفرن، وده طبعا بعد ما طلعت الرز هنشوي السمك سوا مع بعض. السمك كنت غسلاه كويس وحطيت بقى ليه رده كده عشان خاطر اسويه. الفرن بتاعنا حامي لان كنت طبعا حاطه في الرز وكده. هدخل السمك على طول ونبدا بقى نشوي سوا مع بعض كده، وتشوفوا وانا بشوي السمك. انا صورت لكم المقطع ده كده عشان تشوفوه. وطبعا الرز كان مستوي وكنت شلته في جنب، هوريه لكم برده. بجد كان جميل جدا والوش بتاعه شكله حلو، بس طبعا ما صورتهوش، هصوره لكم في الاخر. معايا بس السمك كده هنشويه سوا مع بعض واقلبه سوا. وهتشوفوا بقى كل خطوه بعمل فيها السمك بعمله ازاي واشويه ازاي، عشان برده في بنانيت سوري في بنات معلش الكلمة جت كده. في بنات طبعا صغيرين او بنوتات صغيرين لسه داخلين المطبخ مش عارفين طبعا يعني ازاي يشوا سمك. فانا طبعا بوريكم المقطع ده، حبيت ان انا اوريه لكم. انا والله يعني انا متجوزة عندي 17 سنة، كنت داخلة المطبخ ما كنتش بعرف يعني حاجة فيه، يعني تشوي السمك والحاجات دي كلها اتعلمتها بعد الجواز، ما كنتش عارفاها. فطبعا في بنات كتير بنفس حالتي كده ما بيعرفوش يعني ايه يشوي السمك او كده. فانا حبيت ان انا اصور المقطع ده علشان خاطر يشوفوا السمك بيتشوي ازاي ويستفادوا يعني من المقطع وكده. لان انا والله يعني كنت بعاني من حتة السمك دي الاول. شوي السمك دي والله ما كنتش اعرف اعملها، ما اتعلمتهاش غير بعد الجواز، وبعد الجواز بفترة بمراحل يعني. بس الحمد لله يعني ايه عديت المرحلة دي طبعا وبقيت بعرف اشوي السمك، وكمان بعلم الناس اهو يا جماعة. فتحبيت ان انا ايه اصور لكم المقطع ده، ويا رب يكون حلو كده وخفيف على قلبكم. وشوفوا بقى اللي بشويه ازاي وبقلبه كده يعني. ده طبعا بعد ما السمك خد لون من الوش اللي هو القعر يعني، بقلبه بقى عشان ياخد وش برضه ياخد لون على نفس الناحية على ناحية تانية. وطبعا إيه اما يستوي بقى هطلعه كده. هو كده خد لون بس لسه محتاج سوا برضه، فانا هسيبه شوية في الفرن. السمك البوري انا بعمله الدقه بتاعته بتبقى ناشفه عشان خاطر السمك ممكن لو احنا عملناه بالدقه زودنا ميه فيها وكده بيتهري معانا. فعشان تضمن ان السمك ما يتهريش معاك ويفضل السمكه يعني ماسكه نفسها كده وسليمه، تبقى الدقه بتاعته ناشفه وتبقى احسن بكتير. اما بقى السمك البلطي وكده حابه تزودي ميه حابه تعملي دقه ناشفه مفيش مشكله. السمك البلطي يعني بيبقى ماسك نفسه وكده، فعشان كده بحب اعمله الدقه ناشفه على طول. اللي هو اللي انا مطلعاه ده استوى، فانا مطلعاه كده على جنب عشان خاطر املحه كله مره واحده. واللي طبعا ما استواش بجيبه يمة النار كده عشان يستوي كده. طبعا زي ما انتم شايفين الدقه اهيت انا جبتها كده على باب الفرن عشان اوريكم برضو انا بعمله ازاي. انا بشيل كده كان سخن بقى السمك، فلقيت ان هو هيسع لي ايدي، فقلت ارص كله كده في الصينيه طبقه طبقه كده وارش عليها من الدقه. كل طبقه اطلعها هرش عليها دقه وكده لانه كان سخن ومش عارفه ان انا اشيله وكده احطه في الطبق. زي ما انتوا شايفين اهوت بطلع يعني واحده واحده كده وارصه وابدا احط عليه الدقه. برضو تاني طبقه كده واخد برضو من الدقه وارش عليها. وكده خلاص خلصت بقى كميه البوري اللي معايا. شويت السمك كله خلصنا خلاص. هحط له كده بقى الدقه كده اللي فاضله معايا، واحاول بقى لو في ميه او حاجه في قعر الصينيه ان انا هشيلها عشان خاطر ما تخليش السمك يطرى معايا. هاخد بقى بقيه الكميه اللي هي التوم والشطه دي احطها على وش السمك كده بتديله شكل حلو. واي ميه بقى موجوده في الصينيه بتاعت السمك بنزلها بقى عشان خاطر زي ما قلت لكم كده ما تخليش السمك يطرى. انا كده خلاص خلصت عند الفرن بقى. هرجع تاني بقى للمطبخ واوريكم بقى السمك والرز كان شكله عامل ازاي. ده طبعا بعد ما خلصت خالص. شايفين بقى الرز وجماله شكله حلو ازاي والوش بتاعه كمان وجميل جدا، وطبعا كله مفرفر ومستوي. زي ما انتم شايفين كده خلصنا توضيب الغدا في وقت قصير جدا. وده البوري بعد ما خلصت كده
رصيته بقى في طبق كده وحبيت اوريه لكم. وده طبعا اليوم بتاعنا والروتين اللي انا عملته النهارده، روتين يوم الجمعه. وجمعه مباركه عليكم يا رب وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. ده طبعا كده اليوم بتاعي والروتين بتاعي، يا رب يكون روتين خفيف على قلبكم كده. حبيت ان انا اعمله لان في ناس كتير طالبين مني روتين، فانا مش عارفه يعني نوعيه الروتين اللي انتوا عايزينها، فحبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده كده واقدمه لكم ان هو روتين يعني. وطبعا اي شغل او اي توظيف في الشقه ان شاء الله هصورها لكم، بس طبعا اعذروني انا مش هظهر في الفيديوهات، لان انا مش حابه ان انا وانا بشتغل في البيت او كده اظهر في الفيديو. مش بحب النوعيه دي من الفيديوهات الصراحه، او من الروتين. فانا اي روتين هعمله اعذروني يا جماعه، مش هقدر ان انا اظهر في الفيديو، لان طبعا مش حابه كده. ويعني ايه، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير. واللي مش مشترك في قناتي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد ومفيد. اشوفكم على